مبروك مبروك بجد، خلاص يعني بجد، والمصحف فرحان له من قلبي، بجد فرحان له من قلبي. واتمنى لاي حد يتمنى ان هو يطلع يحترف تيجي له فرصه شبه دي. واتمنى ان من اغلب الاداريين اللي موجوده في جميع الانديه، سواء كان اهلي، زمالك، اسماعيلي، دجله، ايا كان، لو عندهم فرصه ان هم يطلعوا لعيب من عندهم او اتنين او تلاته ان هم يحترفوا بره في سن صغير، انت بتفيد نفسك كنادي كسمعه وبتفيد بلدك. حمزه عبد الكريم يا جدعان خلاص شبه رسميا هيروح نادي برشلونه بي، اللي هو النادي التاني بتاع برشلونه، وهيبقى عنده فرصه في المستقبل باذن واحد احد انا ممكن يطلع في يوم من الايام يلعب في الفريق الاول نادي برشلونه، او يقدر نادي برشلونه يقدر يسوقه باكتر من طريقه. بس بجد هي حاجه تفرح، حاجه تفرح بجد. واتمنى لك يا صاحبي التوفيق والخير ان شاء رب العالمين. ده اول خبر، تعالى بقى كده نشوف مع بعض الخبر التاني. بس يا رب ما تحصلش مشاكل يعني. ازاي يا صاحبي؟ يعني ازاي؟ يعني ده ازاي قرار الكاف؟ مش قادر افهم بصراحه. ده حتى اخواتي المغاربه اللي بيشجعوا الجيش الملكي كانوا مأكدين لي ان اللي هم اللي عملوه في الملعب صح، وان المنظر ده كان صح وعادي وما كانش فيه اي شيء. يعني ازاي؟ انا مش قادر افهم بصراحه، بجد طلع غلط يا راجل. حاول بس، يعني انا اتمنى يعني ان الخطاب دوت يعني يعملوه منشورات كده ويطبعوه في ايا كان هو الجيش الملكي بيلعب في انهي مدينه، يطبعوه على جدران المدن عندهم، لان هم شكلهم الفهم عندهم بعافيه شويه. بتكلم يا جدعان اول المره الالف على الجمهور بتاع الجيش الملكي تقريبا ما بيفهموش. فاتمنى بجد بعد كده يا جدعان ان وقت ما يحصل مطوشه ايا كان ما بين مين ومين، ما بين اكس وواي، ما بين ايا كان الفرقتين اللي بيلعبوا، هي اسمها كورة رياضة، ما نخليهاش ما تطلعش بره نطاق الكورة وبره نطاق الرياضة. ولو وصلت معايا قلب اخوك المرحلة دي ما تنساش الفولو، لو كنت على اليوتيوب ما تنساش. طب صباحك زي الورد.